أهلا وسهلا بحضراتكم متابعينا ومشاهدين، وكل عام وحضراتكم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو. طبعا 30 يونيو موضوع حلقة النهاردة هنتكلم عن 30 يونيو، وهنتكلم عن 10 سنين من الإنجازات المصريين عملوها مع الرئيس السيسي. وأول إنجاز عملوه المصريين إن هم سنة 2013 بعبقرية جديدة زي ما هو احنا متعودين من المصريين، وبمنتهى الثقافة وبمنتهى التحضر نزلوا دمروا حاجة اسمها الأجندة الخارجية. يعني إيه أجندة خارجية؟ الأجندة دي كان الهدف منها تقسيم الشرق الأوسط، زي ما بيحصل كده في السودان، اتقسمت على اتنين ودلوقتي بيحاربوا في بعض، واتقسمت على تلاتة وده يقعدوا يحاربوا في بعض برضه، زي ما حصل في اليمن وزي ما حصل في ليبيا. المفروض دي حصل هنا وهنا وهنا، ده كان المفروض هيحصل هنا في مصر. وكانوا المصريين دول يقعدوا يضربوا بعض من غير سبب، يعني انت من غير سبب، مش فكره كمان بقى مسيحي ومسلم، انا مش هقسم الناس على اساس دينهم. لا، انا بتكلم ممكن تلاقي واحد اسمه محمد بيتخانق مع واحد اسمه احمد على ايه انت ما تعرفش. بس هو ده هدف من الاجنده، تقسيم مصر وايه تفتيتها. لكن المصريين بعبقريه جديده عبر تاريخهم، منذ بناء الاهرامات وشق قناه السويس ومنذ الحروب ومنذ هم طول عمرهم ابهروا العالم بعبقريتهم. نزلوا في مشهد مهيب يوم 30 يونيو عشان يقضوا على الأجندة الخارجية، ويقضوا على الخونة، ويقضوا على الناس اللي هي واخدة فلوس عشان تدمر في بلدهم. وبفضل يرجع لربنا ويرجع الإعلاميين اللي هم وعوا الشعب ده، ومنهم أحمد موسى ومنهم عمرو أديب ومنهم خيري رمضان ومنهم ميسي الحديدي ومنهم المرحوم وائل الإبراشي. تعبوا كتير وبقى ما وعوا الشعب وفهموا الناس يعني ايه أجندة خارجية، يعني ايه خونة، يعني ايه عملاء، يعني ايه عملاء أجانب، ويعني. وطبعا ما ننساش دور الجيش المصري العظيم والشرطة المصرية والقضاء أما تلاحموا مع بعض مع الشعب، وعملوا نموذج رهيب، نموذج يوم 30 يونيو. فاكرين انتوا الأغنية دي؟ فاكرين؟ فعلا الشعب اليوم ده عمل ملحمة وطنية رهيبة، اتفق فيه الشرطة مع الجيش مع القضاء على مصر، القضاء على الإخوان والقضاء على العملاء والقضاء على الفساد وعلى الفاسدين. تاني إنجاز عملوه المصريين بعد 30 يونيو، قضوا على الإرهاب في سيناء. سيناء دي كانت مليانة مرتزقة، زي ما موجود مرتزقة في ليبيا كده، طبعا مش ليبيين اللي بيحاربوا دول الشعبيين، مش ليبيين. وزي ما موجودة في السودان، ناس برضه عمالة تحارب بعض، ناس مرتزقة كلها. تاني إنجاز عملوه من وجهة نظري إن هم وسعوا قناة السويس. ناس كتير تقول يعني هي كانت محتاجة تتوسع قناة السويس، أقول لك أيوة يا باشا كانت محتاجة تتوسع، لأن السفينة كانت بتدخل تقعد بخي أسبوع وب 10 أيام وب 8 أيام. النهارده السفينة ما بتقعدش 48 ساعة. تالت إنجاز عملوه موضوع حياة كريمة. أنا طبعا مش بنقي بترتيب الأحداث، أنا بنقي المهم في الأهم. إيه الهدف من حياة كريمة دي؟ الهدف منها تطوير حياة أهلنا في الصعيد وتطوير حياة أهلنا في الفلاحين. ناس كانت عايشة من غير مرافق ولا مية ولا نور ولا بيوت ولا عشوائيات، كانت كلها عشوائيات في عشوائيات. جه رئيس السيسي بعبقرية جديدة قعد يطور في الحاجات دي. ده غير موضوع العاصمة الإدارية الجديدة. العاصمة الإدارية الجديدة دي إحنا حولنا التراب فلوس، حولنا التراب فلوس، وودينا السفارات كلها هناك، ودينا وزارات كلها هناك، وفضينا وزارات هنا هنقدر نستغلها الفترة الجاية استغلال جيد إن شاء الله. ده غير موضوع العيامين الجديدة، وموضوع محطة الطابعة النووية. ده غير موضوع الكهرباء، كان في مشكلة كبيرة في الكهرباء وفي الغاز، كل ده احنا وفرناه. ده غير بقى مشروعات الإسكان، مثل أسمرات وحدائق أكتوبر وطي عقرب. طي عقرب ده في السيدة زينب كانت منطقة عشوائية رهيبة، لكن بفضل الله وبفضل القيادة السياسية وبفضل وعي الشعب المصري العظيم عملناه. ده غير بقى قصة المستشفيات احنا عملنا مستشفيات كتير جدا، وعملنا موضوع 100 مليون صحة، و100 مليون صحة الهدف منه كان القضاء على فيروس سي. والحمد لله مصر أعلنت من أسبوع أو من 10 أيام إن مفيش فيروس سي في مصر خالص. ده غير التأمين الصحي الشامل وإنهاء قوائم الانتظار. قوائم الانتظار دي كنت ساعتك عشان تروح تعمل عملية تقدم في كشف، ممكن يجي الدور عليك بعد سنة بعد اتنين بعد تلاتة. الحمد لله النهارده مفيش المواضيع دي خالص. فما تزعلش إن أنت بتطور من إيه من البلد. ده غير موضوع الجامعات والمدارس. سنة 2050 سنة 2050 هتبقى في مصر فوق ال 200 300 جامعة بالميت يعني. ده غير مدارس الأجنبية والانترناشونال. ده غير بقى مشروعات المترو.
الخط الرابع والخط الثالث والمنوية والقطر المكهرب غير الأتوبيس الترددي غير الأتوبيسات المكيفة. كل دي إنجازات بتوع المصريين عملوها في 10 سنين. كل ده في 10 سنين. ده غير بقى المطارات، مطار سفنكس ومطار العاصمة الجديدة ومطار اسكندرية ومطار عرابي. كل ده طبعا ومطار عن برج العرب. كل ده احنا دورناه من فضل الله وبفضل حضراتكم. وفي الآخر أقدر أقول لكم: حفظ الله مصر وشعبها وقيادتها، حفظ الله جيش مصر وقضاء مصر وشرطة مصر، وأخيرا تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.